نبوءة عرافة صنعت ليلى مراد ودمرت أختها، حلم ضايع وموهبة منسية، حكاية الأخت الصغيرة في عيلة مراد من نبوءة المجد للنسيان، فيلم واحد كسرها للأبد، وسر اختفاء أخت ليلى مراد الغامض، سميحة مراد أخت ليلى مراد اللي محدش يعرف عنها حاجة. تعرف إن ليلى مراد كان عندها أخت جميلة جدا وصوتها جميل؟ ما يفرقش حاجة عن ليلى، حاولت تغني وتمثل لكن ما نجحتش رغم جمالها اللي يتفوق على جمال كتير من نجمات الزمن ده. في مرة بنات عيلة مراد كانوا على الشط وبيتمشوا وطبعا بيستمتعوا بجمال الشاطئ وحلاوة الموج، قابلوا ست بسيطة جدا من اللي بيقروا الطالع، مدوا ايديهم ليها وقالوا لها قولي لنا شايفة ايه. الست مسكت ايد سميحة اخت ليلى مراد وقالت لها هتكوني نجمة كبيرة والناس هتجري وراكي في كل مكان عشان يشوفوكي او ياخدوا منك كلمة، ومصر كلها هتسمع صوتك واسمك هيلعلع وينور في كل حتة. البنت فرحت جدا من كلام العرافة وقالت لها شوفي بقى الأختي ليلى حظها هيكون ايه، لكن ليلى سحبت ايديها ورفضت وقالت لها كفاية كده، يلا بينا يا سميحة نرجع البيت. ليلى ما كانتش رافضة تشوف بختها لكن اتخضت من نظرات العرافة ليها، وهي بتقرا لاختها الطالع كانت بتتكلم وتبصلها هي كأنها بتقصدها هي بكلامها مش سميحة أبدا. في ناس الدنيا بتديهم كل حاجة، الشهرة والحب والمجد، وناس تانية بتعدي من جنب الحلم كأنها ضيفة خفيفة محدش خد باله منها. سميحة مراد كانت واحدة من الناس دي، الأخت الصغرى لليلى مراد، والموسيقار اللي قلب شكل التلحين في مصر منير مراد، لكن عمرها ما نالت نفس البريق. لكن رغم انها كانت من عيلة الفن، موهبة وصوت حلو وشكل ملائكي، إلا إن الشهرة معرفتش طريقها. المجلات كانت شايفة فيها نجمة جاية، ومجلة الكواكب كتبت عنها سنة 1949، كتبوا عنها موضوع بعنوان الحسناء من القاهرة والأزياء من باريس، وقالت ساعتها إنها وجه ملائكي مرشح للمجد، خصوصا إنها أخت الفنانة الوحيدة اللي الأفلام كانت بتتسمى على اسمها ليلى مراد. وفعلا الدنيا بدأت تضحك لها وقدمت شوية أغاني قليلة لكن فيها إحساس كبير، زي من غير يمين ويا شاري المحبة ويا عمي عطار، وكانت هي الأغنية الوحيدة اللي لحنها ليها أخوها منير مراد، كانت بعنوان ليه يا روحي ليه، يمكن كانت جواب على اللي جواها. واتعمل لها أول فيلم سنة 1950 اسمه طيش الشباب، وكانت الحكاية باينة مبشرة جدا، أفيشات بتقول نجاح باهر وانتصار رائع للنجمة الجديدة الفاتنة، ومخرج الفيلم حط معاها كوكبة من عمالقة التمثيل، حسين رياض ومحمود المليجي ونور الدمرداش وماجدة وداد حمدي وسوريا فخري. لكن فجأة الحلم وقع، الفيلم فشل ذريع، والجمهور ما تحمسش والنقاد ما كتبوش كلمة حلوة عنه، والصدمة كانت كبيرة جدا. سميحة دخلت في حالة اكتئاب وابتدت تحس ان الطريق اللي كانت فاكراه مفروش ورد طلع مسدود. ومع بداية الخمسينات المنتجين ابتعدوا عنها تماما والعروض اختفت والصمت بقى هو المصير. سميحة تعبت ويأست وقررت تسافر بعيد عن المقارنة وبعيد عن الأضواء اللي ما نورتهاش. سابت مصر وسافرت أمريكا في أواخر الخمسينات وراحت تعيش هناك مع أختها ملكة مراد، وده بعد زواجها من الفنان والمخرج الكبير علي رضا، وده طبعا شقيق محمود رضا ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية. وهناك في أرض بعيدة سابت حلمها القديم واختارت تعيش حياة هادية وبعيدة عن الضوء. في 2007 سكت قلبها للأبد وراحت في هدوء من غير صخب، من غير ضجة ومن غير حتى وداع فني. مجلة الكواكب وقتها حاولت تبرر فشلها وقالت إن الفن ما كانش ممكن يحتمل 3 نجوم من نفس العيلة، ليلى بتمثل وبتغني ومنير بيقلب الدنيا بألحانه، فكان لازم حد فيهم يتنازل عن الحلم ده، وسميحة كانت هي الضحية. حتى أختهم الرابعة ملكة مراد اللي كانت بتحاول تغني سابت الساحة برضه وسافرت أمريكا. سميحة مراد صفحة ناعمة في كتاب الفن المصري، ما كملتش لكن كانت تستحق تتقري. وبكده أنا خلصت حكاية النهاردة من حكاية المشاهير، وزي ما عودتكم وعودتوني شاركوني بآرائكم في التعليقات، وأشوفكم في حكاية جديدة. سلام.